السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. كل سنة وانتم طيبين. عيد اضحى مبارك علينا وعليكم جميعا يا رب. عاملين ايه؟ وحشتوني. انا بعتذر عن نزول الفيديوهات، انا والله العظيم كان عندي ظروف مش سامحة ان انا انزل فيديوهات ليكم. تعالوا كده مع بعض هنعمل فيديو كده مفيد جدا جدا. يا ريت كل اللي شاف الفيديو وما اشتركش معايا في القناة يعمل اشتراك من كلمة اشتراك اللي بالاحمر اللي تحت الفيديو، ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا اشعار بكل فيديو او بوست انا هنزله معاكم الفتره اللي جايه. تعالوا كده مع بعض هنخزن البصل للسنه كامله. تخزين البصل سهل وبسيط يا بنات. اهم حاجه تكون البصل اللي معاكي كده تكون صايمه، وتكون بصله كويسه زي كده. بصوا، تكون البصله ناشفه وصغيره مش بصله كبيره، لان البصل الكبير دايما بيبوظ يا حبيبه قلبي. خلاص، يبقى احنا هنختار البصله الوسط اللي زي كده، هي دي اللي بتتخزنيها وبتكون ناشفه كده كويس. الشرش بتاعها او العيدان بتاعتها اللي زي كده تكون ناشفه. خلاص، وبتجيبي قفص او اي حاجه زي كده بتعملي فيها. وزي ما انتم شايفين كده انا مليت عديتين قفصين يعني. زي ما انتم شايفين اهو، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا جبت كميه محترمه عشان تكفي السنه. طبعا انتم عارفين ان البصل غالي السنه دي، وزي ما انتم عارفين لازم تعملي حسابك من اول السنه في تخزين البصل. خلاص، هنخزن كده مع البصل مع بعضينا وهنشوف هنعمل ايه. ما تنسوش لايك للفيديو، اشتراك في القناه، وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو انا بنزله معاكم الفتره اللي جايه. قولوا كده بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، واذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. ربنا يجعل لساننا عامر بذكر الله يا حبايب قلب. هنقعد كده مع بعضينا انا وولادي، هقعد اعمل البصل كده وهنخزنه وهتشوفوا معايا. طبعا جايبه قفص زي كده هحط فيها، ومعايا كميه محترمه بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. زي ما انتم شفتوا كده معانا هنكمل البصل بتاعنا ونشوف بقيه الفيديو بتاعنا هيبقى عامل ازاي. خلاص، هي اللي معايا كده ادي شكلها كده، وعملت منها كذا عدايه. بصوا معايا كام قفص كده انا عملته بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تتعبي يوم بس بترتاحي طول السنه. معلش هو بيبقى تعب ويا بنات، ومش هقول لكم على التعب اللي احنا تعبناه بعد ما عملنا ده كله كده. بسم الله ما شاء الله، ده بيكون شكله اهوت. خلاص، بتحطيه كده وتحطيه في مكان يكون فيه تهوية، مش يكون المكان نفسه حامي، بحيث مش يعمل منك اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب، ما يكونش الجو المكان اللي محطوط فيه حامي فبيبوظ منك. لا، انت هتحطيه كده زي ما انا عاملاه، وبعد كده كل ماده تبص عليه كده اللي تحس ان هي مش مظبوطه بتشيليها. خلاص، وبيدنوا كده معاكي لحد اخر السنه. تمام، واللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. حابه كل حبايبي اللي شافوا الفيديو يعملوا نفس اللي انا بعمله ده على ضمانتي، والضامن هو الله سبحانه وتعالى. بس احنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا. وده بيكون شكل تخزينه لمده طول السنه، بعمله كده بيكفيني لحد اخر السنه، وما بكون محتاجه فبكمل وبشتري عادي طبيعي خالص. بس ده لازم يكون مؤقت عندي في البيت. خلاص كده، انا مش ضامنه ظروف الدنيا فيها ايه. خلاص، واللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. وبعد التعب ده كله تعالوا بقى نتغدى مع بعض ونشوف شكل الغدا بتاعي النهارده ايه. انا النهارده اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله هنشوف غدانا بيكون شكله ازاي وايه اللي احنا عملناه النهارده على الغدا. تعالوا كده تابعوا معايا الفيديو، ما تنسوش لايك واشتراك للقناه. خلاص، خلصنا كمية البصل معانا كده وزي ما انتوا شفتوها كده معايا للفيديو. تعالوا كده بقى نشوف شكل الغدا بتاعنا النهارده. طبعا انا عامله سمك ماكريل اهو. طبعا انا عاملاه على القناه قبل كده فما صورتوش معاكم. اللي ما شافش سمك الماكريل على القناه يرجع للفيديوهات بتاعتي ويشوفها، وده بيكون شكله. ومعايا رز صياديه بسم الله ما شاء الله، ومعايا برضو سمك بولتي مقلي، عشان في ناس عندي ما بحبش التونه وناس هتاكل سمك مقلي. فده كان شكل غدايا النهارده. خلاص كده، يا رب تكون استفدتوا كده ولو من معلومة بسيطة من الفيديو، وتفضلوا معانا الغدا النهاردة. وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة. بحبكم في الله يا أحلى اخوات ويا أحلى ناس. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي ويخليكم ليا. خلاص، هتتعبي يوم وهترتاحي طول السنة. معلش هو بيكون تعب بس برضو بتدنك مرتاحة. الحاجة بتكون في بيتك خير وبركة. ربنا يا رب يجعل بيوتنا كلها عامرة بالخير والبركة والرزق يا رب العالمين. بحبكم في الله يا أحلى اخوات ويا أحلى ناس. دمتم في حياتي نعمة. ما تنسوش اللايك للفيديو يا بنات، واشتراك اللي ما اشتركش في القناة يشرفني ويسعدني ويزودني شرف انه يشترك معايا في قناتي عشان عيلتي تكبر بيكم. بحبكم في الله. اتفضلوا معانا الغدا النهاردة. سلام عليكم.